السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن تاني نوع من انواع السيرش في الاري، والنوع ده هو الباينري سيرش. طيب باختصار كده، الباينري سيرش ده لازم تكون الليست عندي مترتبة عشان اقدر ان انا استخدم النوع ده. طيب فكرته ايه النوع ده؟ انا باخد الليست اللي عندي وبقسمها نصين، وباخد العنصر اللي في النص ده اقارنه بالعنصر اللي انا بدور عليه. في حاله ان طلع هو فتمام، بطبع الاندكس بتاعه او البوزيشن بتاعه، خلاص كده انا خلصت. لكن في حاله بقى ان العنصر اللي انا بدور عليه اكبر من العنصر اللي في النص، معنى كده ان كل العناصر اللي قبل المنتصف اللي قبل العنصر اللي في النص مش معانا، فانا ده كده بالتالي هدور في النص الاخير بس في الليست، وببدا ان انا اخد النص ده واقسمه نصين واعمل نفس الكلام. طيب تعالوا نشرحها على مثال عشان تكون واضحه معانا. عندنا مثلا المثال هنا 9 عناصر وهو عايز العنصر 36. طيب تعالوا نشوف اول خطوه. باخد بحدد عندي اول حاجه اللي هي البيجن دي اللي هي البدايه. اول عنصر عندي الاندكس بتاعه بصفر اللي هو ال11، فاول عنصر هبدا بيه اللي هو الزيرو، أو اللي هو رقم الاندكس بتاعه يعني. والاند ب 8. ليه الاند ب 8؟ رغم ان انا عندي 9 عناصر، بس الاند بتساوي الان ناقص الواحد، لان عندي هنا 9 عناصر وابدا من الزيرو، فلازم يكون ناقص واحد، يبقى ان ناقص الواحد تبقى ب 8، فهنا الاند عندي ب 8. طيب عندنا حاجه اسمها الميدل، دي لازم اطلعها في كل خطوه. الميدل دي اللي هي الاختصار بتاع الميد دي يعني المنتصف. طيب تعالوا نحسب المنتصف هنا كده. باخد البدايه زائد النهايه على الاثنين، تطلع عندي باربعه. العنصر اللي الاندكس بتاعه 4 هو كام؟ عندنا ال 15 اندكس 1، هنا 2، هنا 3، 4، 5، 6، 7، 8. يبقى كده عندنا العنصر اللي هو في الميدل ال 22. باخد العنصر اللي في المنتصف ده وبقارنه بالعنصر اللي انا بدور عليه، طلع اقل ولا اكبر ولا بيساوي. في حاله انه طلع بيساوي فخلاص انا كده هتبع البوزيشن بتاعه وكده اكون خلصت، لقيت العنصر اللي انا بدور عليه. لكن في حاله ان هو طلع اقل منه، فبالتالي كل العناصر اللي قبله مش هتبقى معايا. يعني هنا من اول ال 11 لحد ال 22 كده خلاص انا عارف ان العنصر اللي انا بدور عليه مش موجود فيهم. طيب هعمل ايه؟ هاجي اغير قيمه البيجن. شوف الخطوه اللي بعدها، البيجن هتساوي الميدل زائد الواحد، لان الميدل انا كنت واقف عند ال 22. انا عايز ابدا بقى من اول هنا، لان خلاص ال 22 مش العنصر بتاعي ولا كل اللي قبله، فانا هاجي من عند الايه 29 هنا اللي هي الميدل الجديده بتاعتي. طيب اللي هي اقصد البيجن الجديده بتاعتي. طيب فالبيجن الجديده بتساوي الميد زائد الواحد، يعني هنا 4 زائد الواحد تطلع ب5، دي البيجن الجديده. والاند زي ما هو. في حاله ان انا لقيت العنصر اللي بدور عليه اكبر من العنصر اللي في المنتصف، فانا كده مش هغير حاجه في الاند. لكن في حاله ان هو هنا طلع اكبر منه، فلا انا كده هلغي الجزء ده، يبقى كده مش هغير البيجن، يبقى كده هغير الاند اللي عندي، هتبقى العنصر اللي هو 18 هنا. لكن دي في حاله ان ال 22 دي كانت اكبر من العنصر اللي انا بدور عليه. لكن تعالوا نكمل زي ما كنا ماشيين. هنا البيجن الجديده قلنا انها هتبقى ب5 والاند ب8. هنطلع المنتصف، ال5 زائد ال8 على ال2 تطلع ب6.5. في عنصر اسمه 6.5؟ لا طبعا. هنا هناخد العنصر السادس. طب ليه ما خدناش السابع؟ عشان احنا كده لو خدنا السابع هنبقى سيبنا العنصر السادس اللي هو 32 ده ما حسبناهوش معانا، مش هنرجع له تاني. فاحنا هناخد السادس او الاقل، ناخد العنصر اللي الاندكس بتاعه ب6 وهو ال 32، ده العنصر اللي في المنتصف. هاجي اقارن ال 32 ده بالعنصر اللي انا بدور عليه، اقل منه صح كده؟ فخلاص طالما اقل منه يبقى 32 واللي قبله مش هاخدهم تاني، يبقى كده ال 32 وال 29 مش هاخدهم تاني او مش هرجع لهم تاني وانا بعمل البحث عن العنصر اللي انا بدور عليه. فكده خلاص من اول ال 11 لحد ال 32. تعالوا بس ننضف الليله دي كلها. هنا كده من اول ال 11 لحد ال 32 مش معانا خلاص، يبقى كده بقى عندنا العنصرين 36 و37 اللي هو الاندكس بتاعهم هنا السبعه و8. طيب هاجي اخد العنصر اللي هو 36، هغير قيمه الميدل. تعالوا نبص هنا، هنغير قيمه الميدل الجديده بتساوي هغير قيمه البيجن، اسف. الجديده بتساوي الميدل زائد الواحد، تبقى 6 زائد الواحد تطلع ب7. دي البيجن الجديده. 7 دي هي الاندكس بتاع ال 36، وهنا 8 طبعا الاندكس بتاع ال 37. قيمه الاند زي ما هي مش هغيرها. هاجي احسب المنتصف 7.5، يبقى العنصر اللي في المنتصف عندي اللي الاندكس بتاعه ب7 اللي هو ايه 36. طيب هاجي 36 ده اقارنه بالعنصر اللي انا بدور عليه، هل هو نفس العنصر اللي انا بدور عليه؟ هو بيساويه، يبقى خلاص كده هتبع اللوكيشن بتاعه اللي هو الاندكس 7. وكده يكون طريقه الباينري سيرش خلصناها. يعني احنا باختصار زي بنقسم الليست لنصين،
بعد كده اشوف العنصر اللي انا بدور عليه في النص هنا ولا في النص هنا، وبعد كده بلغي نص منهم وابحث في النص التاني وارجع اقسمه نصين، وهكذا لحد ما اكون خلصت. ولو في حاله ان انا خلصت كل العناصر وما لقيتش العنصر اللي انا بدور عليه، معنى كده ان العنصر بتاعي مش موجود في الليست. طيب تعالوا نبص على الالغوريزم اللي عندنا. الالغوريزم هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي البيجن اندكس تو زيرو. اول حاجه انا ببدا بتحديد اول عنصر اللي هو الاندكس بتاعه بزيرو، بعد كده بحدد النهايه. هنا بيقول لي ان انا لازم احدد النهايه في الخطوه الثانيه. بعد كده بيقول لي طول ما الفاوند بفولس، يعني العنصر بتاعي مش موجود هنا بفولس، يعني انا لسه ما لقيتش العنصر بتاعي، فانا هنا البوزيشن ده مكان بحجز فيه قيمه مؤقته، والسالب واحد دي معناها ان انا لسه ما لقيتش العنصر بتاعي. جميل جدا. فانا هاجي هنا على الخطوه الخامسه، بيقول لي ان الوايل فاوند از نوت ترو اند بيجن از ليس ذان اور ايكوال تو الاند. يعني ايه؟ يعني لو الفاوند بتاعتي بفولس او نوت ترو، يعني ان انا لسه ما لقيتش القيمه اللي انا بدور عليها، وكمان البيجن اقل من او تساوي الاند اللي عندي، يعني انا ما وصلتش لاخر عنصر لسه، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي set الميدل تو ذا سبسكريبت have a way between array begin and array end. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيقول لي ان انا هحسب المنتصف اللي هو الميدل، بعد كده هقسمه على الاثنين، المنتصف ما بين البدايه والنهايه، وهقسمه على الاثنين. جميل. بعد كده هطلع القيمه اللي في المنتصف. ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي هنا ايه في الاري. الخطوه دي معناها ايه؟ بيقول لي لو القيمه اللي في المنتصف اللي هي الميدل بتاعتي بتساوي القيمه اللي بدور عليها، يعني هنا اهي لو الفاوند دي طلعت بترو، في الخطوه دي طلعت بترو، ايه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص البوزيشن هو الميدل، يعني القيمه اللي في المنتصف دي هي القيمه اللي انا بدور عليها. طيب نرجع هنا عند الالز، في حاله ان ما طلعتش هي القيمه اللي بدور عليها، لو طلعت اكبر منها فانا خلاص بلغي القيمه اللي في النص اللي على اليمين كلها، وبدور في القيم اللي اقل من اللي في المنتصف. زي ما جينا هنا مثلا، نيجي هنا مثلا احنا لما قارنا بال 22 طلعت اكبر منها، لا طلعت اكبر منها فلغينا النص اللي هو على الشمال كله من اول 11 لحد ال 22. لكن في حاله مثلا لو احنا بندور على العنصر 15، احنا لما نيجي نقارنه بال 22، ال 22 اكبر من ال 15، فمعنى كده ان انا مش هلغي العناصر اللي في الاول، لا انا هلغي من اول ال 22 لحد الاخر اللي هم دول، بعد كده هقارن في الاربع عناصر اللي في الاول، بعد كده هكمل بنفس الطريقه. فدي نفس الفكره اللي بيقولها هنا في الالجوريزم، هدور في العناصر اللي قبلها اللي هي دي بالظبط. هاجي بيقول لي else لو ما طلعتش اكبر منها، ايه اللي هيحصل؟ هدور في العناصر الناحيه الثانيه بقى اللي هي اكبر منها. يعني هنا بيقول لي طالما الميدل، ثواني عشان تكون واضحه معانا، هنا بيقول لي طالما الميدل اكبر من القيمه اللي انا بدور عليها، فانا خلاص هلغي القيم اللي بعدها كلها وهرجع للميدل ناقص واحد، اللي هو هرجع القيم اللي قبل اللي في المنتصف. طيب لو طلعت less than مش greater than، فايه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص هلغي القيم اللي على الشمال كلها وهزود واحد على الميدل، هبص على القيمه اللي بعدها بقى اللي هي في الاخر، وبعد كده اند وايل دي اللي هي بقفل اللوب بتاعتي، وكده اكون خلصت الالغوريزم اللي عندنا. وكده خلاص احنا خلصنا النوع الثاني من انواع السيرش في الاري، وان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.